أثارت سلسلة أبحاث أجرتها جامعة ولاية واشنطن جدلا واسعا، والتي تصدرت المجلة الطبية Journal of the American Medical Association والمكرسة للتدخين، حين نشرت النتائج بأن 187 دولة حول العالم تراجعت فيها نسبة المدخنين ب 42% في صفوف النساء و25% في صفوف الرجال بين عامي 1980 و2012. أبرزها كندا وأيسلندا والمكسيك والنرويج بأكثر من 50% عند النساء والرجال على حد سواء، فيما باقي الدول ارتفعت فيها نسبة المدخنين ب41% بين صفوف الرجال و7% بين صفوف النساء. الدراسة رصدت نسب التدخين بين الرجال والنساء في العالم كالتالي: تصدرت النساء في السويد أعلى نسبة تدخين مقارنة بالرجال للعام 2012، فيما سجلت أدنى نسبة من المدخنات في العالم في كل من المغرب والكاميرون وإريتريا بنسبة أقل من 1%. وبين صفوف المدخنين ككل سجلت نيجيريا أدنى نسبة من المدخنين في صفوف الرجال، فيما تعادلت كل من روسيا وأرمينيا وأندونيسيا بأكثر من 50% من المدخنين يوميا رجالا ونساء. ومن خلال المعدلات السابقة تبين أن الدول التي تعتمد إجراءات لمكافحة التدخين فإن مستوى التدخين انخفض لديها بشكل كبير، كذلك العواقب الوخيمة على الصحة في الدول التي لا تتحرك بشكل كاف في هذا المجال. فيما أظهرت آخر دراسة لمنظمة الصحة العالمية أن التدخين مسؤول عن 5,700,000 حالة وفاة سنويا في العالم من دون احتساب التدخين السلبي. هديل عليان، العربية. أفضل شيء أن يخرج الإنسان من كل أنواع الإدمان هو أن يعرف من هو، أن يحقق ذاته. كيف يعني؟ وجدنا في دراسة في حلقة عندي محيا رقم 2 عن الإدمان، كل أنواع الإدمان، سواء كان إدمان مخدرات أو الخمرة أو الإدمان السلوكي زي الجنس أو القمار أو حتى عملية التسوق أو الأكل، يسمى إدمان سلوكي. كلها تجتمع في شيء واحد اللي هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن إفراز الدوبامين، لأن الدوبامين يديك شعور بالسعادة والنشوة. حلو. وجدنا أن هناك نوع واحد من البشر محصنين من كل أنواع الإدمان، سواء كان الإدمان التقليدي أو الإدمان السلوكي، لا جنس ولا قمار ولا تسوق ولا أكل. من هؤلاء؟ إيش رأيك يا شيخ؟ من هؤلاء؟ والله بناء على الدراسة وجدنا هؤلاء عندهم كمية دوبامين تفرز في الدماغ طبيعية تفوق أي كمية يمكن أن تفرز بأي نوع من أنواع الإدمان. وهذا الدوبامين الطبيعي مفيد ها؟ خلاص بتاخذ السعادة، أنت عايز بسعادة ونشوة. من هم هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى خلقنا بفسيولوجية معينة، هؤلاء الذين كرسوا أنفسهم من أجل الآخرين. الله، أحب العباد إلى الله أنفعهم. هؤلاء مثل أمثال عبد الرحمن الصميت رحمة الله عليه، قضى 3 عقود في أفريقيا، 11 مليون مسلم على يده، آبار وأيتام ومدارس زوجته، وهو عبد الرحمن الصميت كان طبيب. نعم. وزوجته معه بدفوا السيارة حقتهم لأنه في المناطق الوعرة طبعا يخرجوا عشان يدفوها في أفريقيا. تسأله زوجته: يا عبد الرحمن، هل سنكون في الجنة بنفس السعادة التي نحن فيها هنا؟ وهم يدفوا سيارة. نعم. انظر إلى هذه المرأة، مقارنها بين امرأة في العالم العربي ممكن تصاب باكتئاب إذا صاحبتها اشترت شنطة لوي فيتون وهي لم تستطع. هذا عندي فيها أمثلة وايد بس مو وقتها. مو وقته. النقطة حقت إذا أردنا أن نعالج هذا الإدمان وأي نوع من الإدمان لابد أن نقتحم العقبة. إيش هي؟ فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكين ذا متربة. يعني العقبة هو أنا أعيش لنفسي، أقتحم هذه العقبة وأنسى نفسي وأفكر في الآخرين. وقتها ستجد نفسك السعادة والسلام والهناء، سعادة حقيقية لا تتبدد، سلام حقيقي وحب حقيقي. دكتور، أنا سعيد ومحب
على هذه يعني العطاءات التي نورتنا بها، وعلى استضافتك لي في مستشفى. جزاك الله خير، كرم منك يا شيخ. والله يبارك فيكم. وقدوة لنا. نشكرك على هذه الإضاءات يا دكتور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع أبنائنا. Monster. Yo. Monster. التدخين من عارف كيف أبدأ أعبر، ولا إني عارف كيف أوضح إنه خطر. ياما ندوات ومحاضرات ما نفعت معاهم، كانها مجرد تفاهات. انتحار بطيء وبشكل غريب، ما يدري إنه هذا يخلي الموت له قريب. يعني الموت جايه وهو يقرب من الموت، ما يحس بالنعم اللي فيه إلا لما كل شي يفوت. ما يعتب مع انه يموت قدامه الحي وكمان يكمل، ولا كأنه صار شيء يكمل، ولا كأنه يدخن ولا شيء يعنيه، لكن يحس بالندم وقت الموت قدامه يجيه. طيب من قبلها كم ما سويت كل هذه التفاهة، كم بعدت وخليت الرياح تاخذ اتجاهها، وانك وقفت وخليت حياتك تكمل مجراها. يا اخي شوف كل الضحايا وخذ العبرة منها. يا الله ساعدنا يا رب، ما نقدر انه نحارب لاجل مشكلة جاتنا في هالزمان، ضيعت ديننا وضيعتنا للدخان. يا الله ساعدنا يا رب، ما نقدر انه نحارب لاجل مشكلة جاتنا في هالزمان، ضيعت ديننا وضيعتنا للدخان. يا مدخن انت لما تدخن ليش تقصد؟ قصدك يعني رجالة ولا انك انسان جريء؟ ولا قصدك يوم تدخن انت بتكون رجل واحد؟ يا حبيبي الرجالة ما تكون بالقاتل البطيء، الرجالة ما هي رجالة يوم انك تعصي ربك. اعتقد انك تعرف في النهاية راح يحاسبك. قال لا تلقوا بيديكم للتهلكة، لا تعصي ربك يوم لو تبغى منه الخير والبركة. لو انه رجالة يوم تقتل نفسك بالدخان، ايش يصير الفرق بينك وبين الحيوان؟ خذ سكينة واطعن نفسك، هذا يكون بالعكس اريح لك علشان تصير رجال، وهذا على قولك. بعطيك كلمة دخن بجنون، بس ابغاك تفتكر لما تموت فين حتكون غصبا عنك قدام مالك هذا الكون. ساعتها مين يقدر انه يمد لك يد العون؟ يا الله ساعدنا يا رب، ما نقدر انه نحارب لاجل مشكلة جاتنا في هالزمان، ضيعت ديننا وضيعتنا للدخان. يا الله ساعدنا يا رب، ما نقدر انه نحارب لاجل مشكلة جاتنا في هالزمان، ضيعت ديننا وضيعتنا للدخان. اللي يصنع الدخان هو اصلا ما يدخن، يصنع السموم لانه يهتم بالفلوس. لو فيها رجالة صانع الدخان اللي ما يدخن، لانه يعرف ايش بالداخل من المخفي للملموس. واعتقد انكم كلكم رجال كبار، يعني كل واحد فيكم يعرف يميز ايش اختار. بدل ما نقعد كلنا لبعضنا نخرب، ليش ما نقطع علاقتنا معاهم ونبدا نحارب؟ هذا هو الكلام، نحنا كلنا اخوان، ليش نضيع نفسنا وديننا بالدخان؟ اقطعوه ارموه فجروه خربوه، من عادات اخواننا المسلمين هذا الشي شيلوه. نحنا بالنسبة لهم كنا مجرد فتات من التجارب وبعض المخلفات. ما يصير نضيع ديننا وانفسنا للكلاب، لا تنسوا في النهاية انه نحنا شعب متحاب. يا الله ساعدنا يا رب، ما نقدر انه نحارب لاجل مشكلة جاتنا في هالزمان، ضيعت ديننا وضيعتنا للدخان. يا الله ساعدنا يا رب، ما نقدر انه نحارب لاجل مشكلة جاتنا في هالزمان، ضيعت ديننا وضيعتنا للدخان. جاتنا في هالزمان،